هتصدقوني لو قلت لكم صينية النجريسكو القمر دي معمولة بس بربع فرخة؟ مش مصدقين؟ طب تعالوا كملوا معايا الفيديو كده وهوريكم ازاي انا عملتها، وبإذن الله تطلع معاكم صينية كده تشرفكم في وسط اهلكم وناسكم كده وضيوفكم كمان. ويلا بينا نسمي بسم الله وما ننساش نصلي على الرسول في الكومنتات، ويلا بينا نشوف. كمان هنعمل كمان البشاميل مع بعض وبطريقة كريمي، وما انتوش تشتروه جاهز تاني من بره، ولو اول مرة تخشوا المطبخ في حياتكم. يلا بينا. اول حاجة بنبتدي بيها نسلق المكرونة طبعا. المكرونة نص حلة كده مية، وبعد ما تغلي ننزل عليها بنص معلقة ملح، وهنزل عليهم بكيس ونص من المكرونة الاسباجيتي، وهقول لكم ليه كيس ونص بعد كده. وبعد كده غسلتها كويس وصفتها عشان ما تكملش سواها في البخار بتاعها. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله مش معجنه ولا اي حاجه خالص. هنبتدي بقى نجيب ربع الفرخه بتاعتنا، وكانت عندي في الفريزر ومتبلاها وعينها. وانا بحب اعمل كده في اي فرخه عينها مثلا في الفريزر ومش عارفه هحتاجها امتى. كل ما تسيبيها في التتبيله بتدي لها طعم حلو قوي. بس انا مش محتاجه التتبيله النهارده. بدات كده اخلي التتبيله عليها كده على قد ما قدرت، وبدات اجيبها بقى واقطعها كده شرايح كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده كل واحده منهم قطعتها كده صوابع زي ما انتم شايفين كده، يعني متماسكه كده سميكه، مش ولا رفيعه قوي ولا آه سميكه قوي. وبعد خلصت كل الكميه، عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله الكميه يعني حلوه من ربع فرخه، يعني ما شاء الله ما قطعتها. كمان عملت معايا كميه حلوه، وكمان الصينيه طلعت يعني ما شاء الله مليانه وحلوه جدا. زي ما انتم شايفين كده، يعني باذن الله تقدروا تعملوها بربع فرخه، مش لازم بقى نص فرخه والكلام ده كله. وجبت بقى بصلتين قطعتهم جوليان وتكون متوسطين، وثلاث حبات من الفلفل. طبعا النجريسكو بيحب بقى الفلفل الالوان والمشروم. النهارده استغنيت عن كل الكلام ده، وتقدروا تعملوه بالطريقه دي والنتيجه طبعا هتبقى روعه معاكم. يلا بقى نجيب الجريل بتاعنا، وبعد ما سخنته كويس جدا نزلت بثلاث مكعبات من الزبده، وتقدروا تستبدلوا الزبده بالزيت. ونزلت عليه بربع الفرخه اللي احنا لسه مقطعينه مع بعض، ومش هقلبها تماما الا لما تاخد الصدمه كده وتاخد لون حلو من تحت. هبتدي هنا اقلبها بقى على الناحيه التانية، وهبتدي انزل بعد كده بالبصل اللي احنا مقطعينه مع بعض، ونديله صدمة كده معاها. طبعا احنا مش بنسوي سوا كامل، انا بس بديلهم صدمات كده ويبدأ يدبل اللون بتاعه. وبعد ما اخد كده يعني صدمة كده مع الفراخ، نزلت عليهم بثلاث حبات من الفلفل الاخضر وقلبتهم برضو. بعد كده ننزل بالتوابل. هننزل بنص ملح وفلفل اسود وكمون وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا والشطة. طبعا كل حاجة من دي نص معلقة، والشطة بس الوحيدة اللي هنحط بس حسب الرغبة بتاعتنا. أنا حطيت ربع معلقة، ممكن انتوا تقللوا لو انتوا بتحبوش الحاجة سبايسي يعني. وديتهم تقليبة حلوة مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. مش بنديها بقى ولا مية ولا بنديلها أي حاجة خالص، أنا عايزاها بس تاخد لون. ولو انتم مكملين يا حبايبي معايا لغايه الان الفيديو ولسه محطوش لايك، يا ريت تحطوا اللايك كده. ولو انتوا لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا في القناه عشان ينزل لكم الفيديوهات الجامده اللي جايه باذن الله. كلها وصفات حلوه جدا وهتعجبكم قوي. بس كده خلصت الفراخ بتاعتي، وهبدأ اركنها على جنب واشوف الخطوة اللي بعد كده. وهنخش في خطوة بقى ايه البشاميل. عايزة اقول لكم البشاميل دي الحاجة الوحيدة اللي لو ما اتعملتش صح ما بتظبطش معاكم اي صينية مكرونة في الدنيا. لازم تعملوها صح، وكمان احلى حاجة ان انتوا تعملوه بيتي، مش لازم تشتروه جاهز ابدا. اول حاجة جبت الحلة بتاعتي ونزلت فيها بحبة زيت صغيرين كده، مش راضية اكتر قوي، يعني ربع كوباية صغيرة. ونزلت عليهم بخمس معالق من الدقيق. وهنا طبعا ما حطيتش كمية المادة الدهنية كلها، لا انا عايزة ادي للدقيق بس تحميصة كده في الاول. ومسكت كده المضرب كده وقلبتها لغاية ما اتأكدت ان الدقيق تشرب الزيت كله. وبعد كده حطيت حبة كمان وقلبتهم لغاية ما تلاقوا الدقيق بتاعكم فك خالص. يعني هنقعد نزود كده المادة الدهنية بتاعتنا النهاردة زيت، وبالتدريج مش هنحط كتير مرة واحدة. وحبة ونقلب لغاية ما تلاقوا كده الدقيق بتاعكم سايب كده، ما فيهوش اي تكتلات خالص. ودي اكتر خطوة بتفشل البشاميل. لو كان فيه كتل ما بينجحش معاكم خالص، وبيبقى ايه سميك كده ومش حلو. بعد ما اتاكدت اللي هو كده بقى سايب، سبته ياخد تحميصه كده، وشميت ريحه الدقيق كده ما شاء الله بيبقى ريحته حلوه. ونزلت عليه بكيلو من الحليب ورشه ملح صغيره ورشه فلفل اسود. وحطيت كده نص كوبايه من الجبنه المبشوره من الجبنه الرومي. وطبعا تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي، ولو انتوا حابين تحطوا بدائل تانية براحتكم، موتزاريلا شيدر المتوفر عندكم. حتى لو جبنه سايحه عايزه اقول لكم بتديلها طعم كده كريمي، وبتدي طعم حلو جدا للبشاميل.
وبعد ما اديتها تقلبتين كده حسيت القوام بتاعه بدأ يتقل كده بس بزيادة. فحطيت هنا نص كوباية من المية، تقدروا تبدلوا المية دي بنص كوباية من الحليب، وممكن تبدلوها كمان لو انتوا عندكم مرقة بتدي طعم حلو قوي. لو مرقة كده تاخدوا نص كوباية وتحطوها، بتخففي كده البشاميل بيها وتديها تقليبة وتسيبيه كده لغاية ما يغلي غلوة كده معاكي. وما شاء الله سمكه يعني حلو، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، وده السمك المظبوط. الخفيف قوي بينزل بيسيب المكرونه وينزل تحت، ولو تقيل قوي بتيجي تاكليه كده ما بتحسيش بطعم البشاميل كده وطعم الكريمي بتاعه. هنا قلت لكم البدايل لو انتوا حابين، لو مش حابين تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي خالص. جبت الصينيه بتاعتي بقى ونزلت بكبشتين كده من البشاميل. واحلى حاجه طبعا تحطوا الكبشتين تحت مش تلخبطوهم في المكرونه. والخطوه دي مهمه جدا لان هي بتخلي القطعه معاكم متماسكه لما تيجي تشيلوها من الصينيه بعد ما تبرد كده 5 دقايق. تيجوا تطلعوها تطلع مع بعضها ومفيش فروله ولا اي حاجه خالص. تطلع ما شاء الله شكلها حلو زي ما انتم شايفين كده. وبدأت اوزع المكرونه كويس، ما تخلوش حته كده فيها المكرونه عاليه والناحيه التانية فيها مكرونه قليله. وطبعا عايزه اقول لكم هنا نزلت بقى الصينيه، وكمان عايزه اقول لكم على نقطه المكرونه اللي انا حطيت كيس ونص. طبعا انا ما بحبش ازود مكرونه كتير، انا بحب ادوق كده وبستطعم طعم الفراخ والبشاميل. وطبعا المكرونه بتبقى كميتها مناسبه احسن ما تبقى كتيره وتضيع الطعم بتاعها خالص. عشان كده بحط الكيس ونص. زي ما انتم شايفين كده بعد ما حطيت كده الفراخ بتاعتي ووزعتها كويس، نزلت بشرايح من الزيتون. وطبعا الخطوة دي حلوة برضو لان بتدي كده مزازة في طعم النجريسكو. وتقدروا هنا حطيت هنا موتزاريلا، الخطوة دي اختيارية تقدروا تحطوها او لا. حطيت هنا برضو تقدروا تغيروا في الجبن لو انتوا حابين تحطوا، مش حاطين ممكن الخطوة دي تستغنوا عنها تماما. وبدأت اجيب بقى باقي المكرونة بتاعتي واوزعها كده. وطبعا الطبقة اللي فوق بحطها طبقة خفيفة شوية من المكرونة، ما باحبش أزوّد فيها المكرونة كتير. وهنا بقى جِبت البشاميل بتاعي الكريمي الحلو القمر ده، وبدأت أنزله كده ما شاء الله على الوش، وأسويه كده بالمعلقة زي ما أنتم شايفين. ما شاء الله ناعم جدًا وشكله كريمي جدًا. وطعم كمان الجبنة عاطي له طعم حلو أوي لمّا استوت يعني. وهنا بقى حبيت أزوّد باقي كده الموتزاريلا اللي معايا. وطبعًا الخطوة دي برضه اختيارية بتدّي لها شكل حلو، وكمان من غيرها شكلها بيطلع تحفة. يعني ممكن أنا عملتها كتير من غير تصوير من غير موتزاريلا بتطلع معايا حلوة جدا وشكلها حلو قوي. حطيتها بقى في الفرن، والفرن بيكون مسخناه قبلها ب5 دقايق على الرف اللي في النص. بتقعد معايا تلت ساعة، هي كل حاجة فيها مستوية، المهم ما تطلعهاش إلا ما تاخد وش كده من فوق. وعايزة أقول لكم هنا أنا مفتحتش الشواية خالص، الوش ده أخداه من الفرن. يعني الفرن بتاعكم عالي كده وتراقبوها برضو عشان ما تاخدش الشكل بسرعة و شكلها يبوظ معاكم. لا هي احلى حاجه فيها الشكل بتاعها الذهبي الجميل ده. بعد ما خرجتها من الفرن سبتها تهدى معايا كده 5 دقايق على الرخامه، وبدات اقطعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وتبداوا تشيلوا القطعه كده. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله بتطلع متماسكه، يعني هي ما عادتش كتير تبرد لكن طالعه متماسكه. وفي نفس الوقت البشاميل كريمي ازاي، يعني مش محتاجه اشرح لكم، هو الشكل مبين كل حاجه. ما شاء الله عليها، باذن الله تجربوها وهتعجبكم جدا. نيجي بقى نحطها في طبق التقديم بتاعنا ونشوف طعمها عامل ازاي. عايزة اقول لكم الطعم في حتة تانية، الريحة في حتة تالتة خالص، يعني ما شاء الله. شوفوا بقى تستاهل كام لايك. على فكرة يا جماعة بقعد اقول لكم حطوا اللايكات وانتوا بتتفرجوا على الفيديو وبتنسوا خالص اللايك. وعايزة اقول لكم اللايك ده اللي بيساعد الفيديو يترفع معايا على اليوتيوب. فياريت بقى ما تنسوش تحطوا اللايك بتاعكم عشان يبين لي ويبين لليوتيوب ان الفيديو عجبكم، مش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين كده عايزين بقى ندوق. عايزة اقول لكم الطعم يعني خرافة. طعم كده البشاميل مع الفراخ مع الزيتون مع المكرونة كده اخده طعم تحفة، بيدوب كده في البق. بإذن الله تجربوها وتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها من حلاوتها، مع ان احنا شايلين حاجات كتير ومبدلين حاجات كتير فيها، بس الطعم حلو جدا. وبإذن الله هتحبوها جدا ومش هتبطلوا تعملوها في كل عزوماتكم بقى في ايام عاديه. عايزه اقول لكم حلوه قوي. شايفين يعني احنا شلنا القطعه كده والبشاميل باين جدا ان قد ايه هو كريمي وسايح كده وما شاء الله. يعني هتحطوه في بقكم كده هيدوب كده وحاجه بسم الله ما شاء الله، هتعجبكم جدا. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لي لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وشير كتير كتير لكل حبايبكم. واستنوني في وصفه جديده وفيديو جديد، ومع السلامه.